بيبدأ فيلم النهاردة على الحرب في أفغانستان، وأفغانستان أسروا جنديين، ولما كشفوا عليهم اتعرفوا على واحد منهم وقتلوا التاني. وفي السفارة الأمريكية في بريطانيا اجتمع سام ورجالته ووزع عليهم ملفات لناس بتحاول تدخل أمريكا علشان تعمل شغب تبع شركة تجهيزات كيميائية. وكملت كيت أبوت ضابطة أمن جديدة عن تخصصات في الغاز القابل للاشتعال وعلاقته بالإرهاب. وكمل سام بأنهم يدققوا في التأشيرات كويس، وأي شك مع أي عميل يبعتوا لكيت فورا لأنها متفوقة في المجال ده. قالت لهم كيت إنه أي حد متخصص في الكيماويات أو الغازات. ومر يوم عادي جدا واتصلت واحدة بكيت وبلغتها إنه في عميل شك فيه. راحت له كيت وكان اسمه الدكتور بالان، وسألته كام سؤال كده إن هو طبيب عام والبعثة بتاعته اللي هو رايح لها بتاعت أطفال. قال لها إن معظم مرضاه من الأطفال. وبتكمل معاه جالها زميلها علشان يكلمها وناقشته في شغل الدكتور وسبب زيارته. رد عليها زميلها إن الراجل ده عاوز يكسب فلوس عادي، يعني ما فيهاش حاجة. وحاول يوهمها إن الناس بتشتكي من الروتين، إنهم بيتعبوا في الرد على شكاويهم، وهددها بغضب السفيرة منها. قالت له كيت أنا بعمل شغل يا بيل. ولما راح الدكتور بالان لشخص تاني قال له إن في مشكلة مع الخبير الأمني، وقال له على اسمها كيت أبوت. قال له أنا هتصرف. وراح لواحد بيسموه الساعاتي اداله ملف قال له أنا هنفذ بكرة. راحت كيت لواحدة صاحبتها اسمها ليزا وكانت بترسم لوحات وبعتهم كلهم، وخلت واحدة لكيت هدية والواضح إنها بتحبها قوي. وهي بتكمل شغل بالليل اكتشفت حاجة وكلمت صاحبتها نيومي وسألتها عن واحد اسمه فضل سمير. قالت لها أيوة بس بيل سحب الملف مني وقال لي إنك أنت مشغولة. بدأت كيت تحقق في طلب تأشيرة الدكتور ديلان، وعملوا مشاكل معاها في شغلها، وكل اللي شغالين حتى السفيرة كانوا ضدها. انت عالة على المجتمع، انت حسالة حشرة تداس بالجزمة القديمة. الوحيد اللي كان معاها سام، وكان بيدعمها لانه حاسس انها فاهمه شغلها كويس. وفي وقت الغدا كان عازمهم بيل في مطعم عشان يودعوه لانه اخر فتره ليه قبل المعاش. ولما خرجوا من المبنى جت مكالمه لبيل، فرجع تاني وفتح الكمبيوتر ولغى ملفات كام واحد ومنهم الدكتور بالان. وفي المطعم كان هناك 4 من اصحابه وكيت كمان، وقالوا نجيب له هديه، فدفعوا فلوس لكيت اللي خرجت علشان تجيب له هديه من المحل اللي قدام المطعم. وظهر الساعاتي وكان مجهز انه يتخلص من كيت. كيت جابت الهديه ولسه بتلفها الموظفه والاكل بيتجهز، وفجر الساعات المطعم كله، وكان انفجار كبير قوي دمر المطعم والمحلات اللي جنبه كمان. ولما فاقت كيت وطلعت تطلب المساعده اتفاجئ الساعاتي لما شافها الله وطلع مسدسه وكان هيقتلها، وانفجرت انبوبه غاز بينهم وهربت كيت فورا وطاردها الساعات وجريت منه وهو وراها. ولما اختفت منه بلغ المسؤول انها عايشه وهتتبع بروتوكول السفاره. قال له خليك وراها واقتلها. وفي السفاره كانت سالي بتبلغ سام باللي حصل وبتقول له ان 4 موظفين ماتوا في المطعم وكيت وبيل بس هم اللي عايشين. وراح سام الموقع وقابل مفتش اللي اتهم كيت انها هي اللي عملت كده، وقدم بياناتها للشرطه والاستخبارات ووسائل الاعلام كمان، وحط صاحبتها تحت المراقبه كمان. وظهرت كيت في المنتزه وكمان بيل، وجريت عليه كيت وخدها في مكان وطلع مسدسه وحاول يقتلها، بس كيت مسكت المسدس واتصاب بيل ومات. وطلعت كيت في ايدها المسدس وشافها كتير من الناس، ولما شافت الساعاتي حاولت تقتله بس الرصاص كان خلص منها. جريت كيت وكلمت صاحبتها اللي قلقانه عليها وقالت لها عاوزه فلوس ولبس كمان، وتقابلها في محطه القطر. وظهر الدكتور بالان والساعاتي على سطح مبنى ومعاهم سلاح ورصاصه غريبه. وجهها الساعاتي ناحيه كره كبيره وضرب. انفجار كبير دمر المبنى كله. ماي جاد، انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. وبعدها السفيره كلمت سام وقالت له ان كيت مسؤوله عن اللي حصل وقتل بيل. ولما دافع عنها سام قالت له السفيره انها تسلم نفسها، هي بتهرب ليه؟ وراح سام لسالي اللي قالت له على الساعات، وعرفوا مكان كيت واتحرك سام واتحركت كل الاطراف لانهم مراقبين صاحبتها اللي راحت لها في محطه القطر، وكله مراقب المكان. وظهرت كيت والساعات شافها وبلغ الشرطه عن مكانها. مسكت كيت صاحبتها وجريت واستخبت وخدت منها الحاجه ومشيت. ولما جريت كله جري وراها ونزلت تجري في الممرات والشرطه وراها، ونزلت تحت الارض وهم وراها، ولقت فتحه تانية في الارض ونزلت فيها، فالشرطه ما عرفتش مكانها وروحوا. بس الساعاتي كان معاه متعقب رمى عليها قنبله، ولما انفجرت جالها وضربته وجريت منه واختفت. ولما راحت شقه بيل تدور على دليل لقت سام مستنيها، واضح انهم بيفكروا بنفس الطريقه. وحكت له على اللي حصل، وهو كمان قال لها على الساعاتي. وحكت له عن بيل انه بيتدخل في 5 تأشيرات لاشخاص وانها شاكه فيه. وبداوا يدوروا في الشقه ولقوا اسطوانات كمبيوتر
الكمبيوتر، ولما شغلوها عرفوا ان ابن بيل عايش وان افغانستان اسروه، وابتزوا بيل عشان ما يقتلوهوش. واتصل سام برجالته، ولما ما ردوش عليه خد كيت وجري علشان يخرجوا من الشقه، بس الساعاتي كان اسرع وضرب قنبله في الباب اللي وقع على سام، وكيت جريت استخبت وطلعت تجري والساعاتي وراها وطاردها على السلم وضرب نار عليها. بس لما وصلت الشارع كانت الشرطه جت والساعاتي سابها ومشي. ولما كلمت كيت سالي قالت لها انهم اعتبروها حاولت تقتل سام. قالت لها كيت انها عاوزه تدخل ابو السفاره، ودخلتها سالي وطفت الكاميرات كلها. ودخلت كيت عملت جواز سفر ليها وخدت المعلومات كلها، وبلغت سالي ان ايميل بالان الارهابي مسافر امريكا بجواز سفر روماني على الرحله رقم 428، وقالت لهم يوقفوه. وطلعت من المبنى بسرعه قبل ما الشرطه ما تمسكها. وبعد ما غيرت شكلها ركبت الطياره لامريكا. ولما اكتشفت السفيره رحله كيت لامريكا لغت المطار هناك، بس كانت كيت طلعت من المطار وركبت تاكسي واتفقت معاه لانه خايف من الشرطه هو كمان. وكانت امسيه راس السنه وجايبين كره كبيره قوي بتاعه عيد الميلاد. وانتبهت كيت لان الكره دي تم ضخ غاز بارد عشان الحراره الزايده، فغيرت اتجاهها وراحت ساحه تايمز اللي فيها الكوره، لانها شكت ان العمليه هتتعمل هناك لان في ملايين من الناس في الشارع علشان الاحتفال. وصل الدكتور بالان وكان بيشرف على الشغل بتاعه، وطلع فوق سطح مبنى وبدا يضخ غاز في الكره الكبيره من المعدات بتاعته. لما خلص ونزل شافته كيت بيبص على الكوره وراحت وراه، ومسكها واحد من رجالتهم وقعد يضرب فيها، واتخلصت منه وكملت ورا الدكتور بالان. فشافت الساعاتي داخل المبنى فدخلت وراه، ولما ما لقيتهمش طلعت وراهم السطح، وبدا الساعاتي يجهز بندقيته ووجهها ناحيه الكوره وقتل الدكتور بالان. ولسه بيجهز للضربه وصلت كيت وضربته في كتفه رصاصه، فطلعت الطلقه بتاعته بالغلط وضربت مكان تاني، وضرب كيت في رجلها بآلة حاده وجهز لطلقه تانيه. ولما حاولت تضربه تاني مسكها وقعد يضرب فيها فضربته برجلها، فساب البندقيه وقام لها. تحديني ما حدش تحداني، ما حدش. وقعد يضرب فيها وخنقها. راحت ضربت برجلها الحيطه، راحت خبط ووقع من السور ومسك فيه، راحت ضرباه برجلها ووقع من المبنى كله. وانقذت كيت امريكا من عمل ارهابي جبار. وصلت الشرطه وقتها اللي بيوصلوا متاخرين دايما، وجالها قائد الشرطه وخلاها تكلم سام اللي قال لها انك انقذت 1,000,000 شخص على الاقل. وانتهى فيلم النهارده يا شباب. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصه، ولو عجبك الفيديو اشترك في القناه لانك لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، واعمل لايك وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من توم نافل.